وصول طائرة الإخلاء الطبي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، والتي انطلقت من العاصمة الرياض إلى مدينة دبي، وتوجهت إلى مستشفى راشد في دبي للإطمئنان على اللاعب فهد المولد ونقله إلى العاصمة الرياض. مرحبا بكم في قناتكم منوعات آدم. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وكانت الحالة الصحية للاعب فهد المولد قد استقرت، وهذا ما ساهم في نقله عبر الإخلاء الطبي. فهد المولد هو أحد أبرز النجوم السعوديين في كرة القدم. ولد في 14 سبتمبر عام 1994، وهو يعتبر جناحا موهوبا بالفطرة. يلعب مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب. بدأ مسيرته مع نادي الاتحاد السعودي، حيث أثبت نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في الجيل الجديد من كرة القدم السعودية. انتقل بشكل نهائي إلى نادي الشباب بعد تجربة احترافية قصيرة مع نادي ليفانتي الأسباني. على مر السنوات نجح فهد المولد في تمثيل المنتخب السعودي في مختلف البطولات، وترك بصمة واضحة في كل فريق لعب له. على الرغم من التحديات التي واجهت عملية الإخلاء، أعلن الإعلام الرياضي فهد اللويحك أن عملية الإخلاء قد نجحت مساء اليوم الخميس في إطار اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بخدمة المواطنين. أقلعت طائرة الإخلاء الطبي من دبي لنقل اللاعب إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال علاجه. هذا النجاح كان بمثابة خبر سار لعشاق كرة القدم السعودية، ولأسرة المولد وكل محبيه وكل الجماهير في الوطن العربي. نتمنى الشفاء العاجل لفهد ومغادرة المستشفى بأسرع وقت، وأن يعود إلى أهله بكل صحة وعافية. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.